قال له سفينة رضي الله عنه يقول لابن جمهان سعيد بن جمهان: أمسك، يعني عد، خلافة أبو بكر 2 وكذا، خلافة عمر 10، خلافة عثمان 12، خلافة علي 6، جمعها طلعت 30 سنة. هي أقل بقليل، لكن أضفت عليها خلافة الحسن بن علي وهي خلافة صحيحة، وهو الخليفة الراشد الخامس، وإن كان للأسف الشديد جرت عادة المؤرخون أن يهملوه ولا يذكروه، وهذا خطأ فادح لا يجوز، لأنه مدة 6 أشهر مدة لا يستهان بها مهما كانت المدة قصيرة. خليفة وبويع من قبل الناس، وهم المعروف الثابت أن علي بن أبي طالب رفض أن يرشح أحدا، قال: أترككم كما ترككم النبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد الله إن كان فيكم خيرا ولي عليكم خيركم، وإن كان فيكم شرا ولى الله عليكم شراركم. فهذا الذي حصل. ثم قال بعد ذلك، فسأله سعيد بن، قال: إن هؤلاء يعني بني مروان، هذا كلام أيام الحجاج اللي كان في الحكم، بني مروان، قالوا يقولون أن علي لم يكن خليفة. قال: كذبت أستاه بني الزرقاء، سبة شديدة، يعني هم بل هم ملوك من شر الملوك. فإحدى الشباب غرد بهذه، فعلق رجل يضع صورة واحد من آل صباح أحمد وأنه يعيش في عالم ثاني مسكين، الظاهر يعني حسن نية، قال: ما شو هالأحاديث ما سمعنا بها من قبل. فأعطيته صفحة كاملة من الحديث بأسانيدها وطرقها الصحيحة. سمعتوا بهذا الحديث من قبل؟ ما سمعتوا. عيب، هذا لا يذكر. ليش؟ لأنه يسبب فتنة، يعني كلام الله ورسوله يسبب الفتنة، يسبب الإرباك ويحدث الارتباكات والزعاجات. أما الحديث الأخرى طاعة ولي الأمر وإلى آخره فتكرر وتؤتى بالضعيف والمتوسط والقوي، وتهمل أحاديث لا طاعة إلا في المعروف إلى آخره، ولا يحتاج حتى أن تذكر أصلا، لأن بالضرورة مستحيل أن يكون الله تعالى يأمر بطاعته من يعصيه، أو يأمر الطاعة في المعصية، أنه كان يقول: أطيعوني وأن تعصوني. هذا لا يصل من المجانين، ناهيك أن يصدر عن العلم المطلق رب العالمين، هذا محال، يعني محال. وناقشنا هذا في كتاب التوحيد. فإذا هذه الأحاديث التي يعرض عليها مشايخكم، فهذا الشخص لا يعرف هذا الحديث، وأعتقد أنه يقول ببراءة، فقلت: تفضل، وأعطيته الصفحة الكاملة. مصيبة كبرى.